كلنا بنشتكي من مصاريف البنزين وصيانة العربية اللي بتزيد كل يوم، بس عمرك حسبت بتكلفك كام في السنة؟ أنا هقول لك تحسبها إزاي، بس في الأول أنا أحمد عامر وده علم الجيب. حسبة من تجربتي الشخصية وهي على عربية متوسطة موديل 2019. أول حاجة هنفترض إنك بتمشي حوالي 100 كيلو في اليوم، متوسط استهلاكي من البنزين حوالي 7 لتر في ال 100 كيلو، لتر البنزين 92 لحد وقت تصوير الحلقة ب 11 جنيه ونص، يعني حوالي 80 جنيه مع تبس، يعني 85 جنيه يوميا. تاني حاجة الكاوتش، متوسط فترة تغييره بيبقى بعد 50 أو 60 ألف كيلو، ودلوقتي متوسط سعر فردة الكاوتش 4000 جنيه، فأربعة يبقى ب 16000 جنيه، فده بيكلفك حوالي 27 جنيه كاوتشات في اليوم. الزيت ال 10000 كيلو بيعمل حوالي 1200 جنيه، لو حسبتها 12 جنيه يوميا. قطع الغيار والصيانة، ودي زي مصاريف عفشة وسيور وفلاتر بتوصل لحوالي 3500 جنيه كل شهرين، يعني اليوم بحوالي كده تقول 60 جنيه في اليوم. ده غير البارك اللي بيكلفك من 20 ل 25 جنيه في اليوم، وترخيص العربية في السنة متوسطه 2000 جنيه، يبقى اليوم ب 5 جنيه ونص. عربيتي طلعت بتكلفني حوالي 215 جنيه في اليوم، يعني في الشهر حوالي 5375 جنيه، يعني في السنة الرقم ده. وفي ابلكيشنز بتساعدك تحسب الحسبة دي وتقول لك افضل الوسائل اللي تقلل بيها مصاريف عربيتك. انا شخصيا بستخدم ابلكيشن اسمه درايفو. احسب حسبتك وقول لي في الكومنتس، عربيتك اوفر ولا المواصلات؟